مساء الخير عليكم جميعا. النهاردة في أكلة بمزاج مع توتة هنعمل مع بعض طريقة عمل الكريب. النهاردة هنعمل خليط معين وإن شاء الله مرة تانية هنعمل خليط تاني، بس ياريت مننساش اللايك والشير وسبسكرايب. يلا بينا علشان نبتدي. معايا 3 كوبايات من الدقيق، 4 كوبايات من الحليب، و2 من البيضة، معلقة صغيرة فانيليا، ملح، فلفل أسمر، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، ومعلقتين كبار من الزيت. هجيب الخلاط أو الكبة أو مضرب يدوي وهضرب كويس الخليط بتاعي، وبعد كده هصفيه. هجيب طاسة دلوقتي واحط فيها أي مادة دهنية علشان نسوي مع بعض الكريب. الكريب مش بياخد سوا خالص في التسوية بتاعته إذا كان الخليط ده أو الخليط التاني. بعد ما هسويه هنجيب دلوقتي مع بعض الحشو بتاعنا، طبعا كل واحد على حسب هو بيحب يحط ايه في الكريب بتاعه. معانا فلفل الوان وطماطم، مايونيز ومستردة وكاتشب وجبنة موتزاريلا. معايا اول حشو بسطرمة، هحط البسطرمة وهحط الفلفل الالوان وهحط الطماطم، وبعد كده هحط الكاتشب والمايونيز والمستردة. وبكده اول حشو معانا هيكون خلص. هجيب الحشو التاني اللي هو الفراخ، صدور الفراخ والكاتشب والمايونيز والمستردة. وكده تبقى خلصت حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم ونتقابل ان شاء الله في وصفة جديدة في اكلة بمزاج مع توتة.